التكليف في ثورة الإمام الحسين ببعدين. بعد التكليف الأول قبل شهادة الإمام الحسين، قبل عصر العاشر، قبل عصر عاشوراء التكليف كان السيف، الدم. أما بعد شهادة الإمام الحسين وسقوط الشهداء أهل البيت والأصحاب أصبح التكليف الصوت. الصوت، صوت زينب. من الذي بتعبير بعض الكبار العظام العلماء المراجع، من الذي حفظ هذا الدم؟ صوت زينب، بيان زينب. فكت كيدك وناصب جهدك، لأن كان راحت كربلاء، راحت بالصحراء، دم الحسين يقتل بتعبيرنا اليوم إعلام ماكو، فقط إعلام العدو. من كان الإعلام الإسلامي، إعلام أهل البيت، إعلام مدرسة الحسين؟ زينب عليها السلام. ولهذا الدور، وكما يقول إمامنا الراحل الإمام العظيم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، اللهم صل على محمد وعلى محمد، كربلاء هي انتصار الدم على السيف. دم الحسين انتصر على سيف يزيد. ولكن بعد عصر العاشر نقول تكملة لهذه المقولة: انتصار الصوت على السيف، انتصار صوت زينب على سيف يزيد، على جبروت يزيد. زينب عليها السلام، تصوروا، واحنا خصوصا اذا شوية نفكر احنا لو كنا موجودين، صوروا امرأة اخوها الحسين العباس، علي الأكبر، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا، يعني أروع الخلق، أجمل الخلق، أفضل الخلق، يقطعون إربا إربا أمامها. 2 من أولادها، ولد أخوتها، 4 من أخوتها غير الحسين عليه السلام، الأصحاب، القاسم. هذه امرأة شو يصير بيها؟ مهما تكن هي امرأة إنسانة. ولكن زينب عليها السلام بمجرد أن سقط الإمام الحسين والعباس وكل الأصحاب، وانتهى المشهد المسلح إذا صحت العبارة، يعني تكليف السيف انتهى. قد يجي واحد يقول، قد جماعة يقولون: يا سيدتي بعد ما عندش دور، جيتي ويا الإمام الحسين، حفظت الأطفال والنساء، بقيت وياه إلى الشهادة، بعد ستري على حالك، حفظي حجابك ولملي من الأطفال. زينب لم تفعل هذا، فعلت ذلك، ولكن حملت راية جديدة حملتها زينب، وهي البيان، الصرخة. كثير منا عبر التاريخ كثير منا ساكتون، صامتون، خانعون. أصلا في زيارة عاشوراء 3 أنواع من اللعن: لعن الله أمة قتلتك، ذول اللي قتلوا، لعن الله أمة ظلمتك، ذول اللي شاركوا بالظلم. لكن أكو لعن للساكتين، للصامتين، للخانعين: لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السكوت سقوط في بعض الأحيان. في كربلاء هكذا. من الذي حمل راية الصوت، أو بتعبير البعض جهاد التبيين، جهاد البيان، الصرخة؟ هي زينب بنت علي. هذا كان دور زينب، وهذا كان دور صعب. خصوصا احنا مثلا على سبيل المثال تصوروا مثلا في العراق أيام صدام، في إيران أيام الشاه. الآن مثلا شخص يوقف أمام بن زايد أو بن سلمان السعودي، هذا المجرم القاتل محمد بن وحده بالقصر، يوقف ويقول له: فكت كيدك وناصب جهدك، فوالله لم تمت. كثير لا يستطيع أن يفعل. زينب فعلت ذلك، وهي عندها ابن أخيها العليل، الإمام السجاد يكون يحفظ، إمام الزمان، وأطفال ونساء، وماكو أحد، لا سيف، لا جيش، لا فصيل مقاومة، لا دولة، لا شعب، أبدا. الكل خذل، كل الأمة خذلت. الكوفة، الشام، المناطق اللي مرت بها، هذه كانت زينب، لم تنتظر. بتعبير آخر، زينب عليها السلام
في الزمان الصحيح قامت بالدور.